مشاهدينا، تفاعلت مصالح ولاية أمن مراكش بسرعة وجدية كبيرة مع شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي يزعم تعرض سائحة أجنبية لعملية نصب وابتزاز داخل أحد المطاعم بمدينة الحمراء بدعوى مطالبتها بمبلغ مالي مبالغ فيه مقابل وجبة بيتزا. وقد باشرت المصالح الأمنية على الفور أبحاثا وتحريات ميدانية دقيقة للتحقق من صحة الوقائع المتداولة، خاصة وأن المصالح الأمن بالمدينة لم تتوصل بأي شكاية رسمية أو إشعار مباشر كيتعلق بهذه الادعاءات من طرف أي ضحية مفترضة. وقد أسفرت المعطيات الأولية للأبحاث والتحريات عن كشف حقيقة هذه الواقعة اللي كتعود إلى فترة تتجاوز أسبوعين قبل عيد الأضحى، حيث تبين أن الأمر لا يتعلق بتاتا بعملية النصب بل بمحاولة من صاحب المطعم لمنع السائحة الأجنبية من ولوج محله التجاري نظرا لكونها كانت في حالة سكر. وفي سياق ذاته أظهرت التحقيقات الأمنية أن الرواية الرقمية المتداولة بشأن تقديم وجبة بيتزا مقابل مبلغ مالي خيالي لا أساس لها من الصحة من الناحية الواقعية، لكون المطعم المعني لا يدرج أصلا وجبات البيتزا ضمن قائمة مأكولاته المعروضة للزبائن، وهو ما ينفي بشكل قاطع وبالملموس كل الادعاءات التي رافقت الشريط. كما أكدت التحريات الميدانية المنجزة بعين المكان عدم وجود أي مؤشر يثبت تعرض السائحة لأي عملية استغلال أو احتيال، مما يجعل القصة متداولة مجرد معلومات غير دقيقة جرى نشرها وتداولها دون التحقق من مصدرها. ويندرج هذا التفاعل الأمني الصارم في إطار الرصد المستمر الذي تقوم به مصالح الأمن الوطني للمحتويات الرقمية بهدف مكافحة الأخبار الزائفة التي تمس بالحقوق، وكذا تعزيز الإحساس بالأمن والأمان لدى المواطنين والزوار. وكتبقى هذه النزيلة تأكيد على اليقظة المستمرة لمصالح الأمن الوطني في تصدي للأخبار الزائفة لكي تشوش على الطمأنينة العامة، وتأكيدا أيضا على أن مدينة مراكش ستظل وجهة سياحية آمنة ومرحبة بجميع زوارها. هنا وصلنا لنهاية التقرير اللي كان من مدينة مراكش. إلى اللقاء في تقارير جديدة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.